السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا، صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. النهاردة جاية لكم بشقة عروسة ذوقها قد ايه راقي ورقيق وبسيط جدا، ربنا يبارك لها يا رب. احلى باش مهندسة. شقة عروسة المنصورة. ده كده شكل النيش بتاعها والبوفيه. هي عاشقة للون الرصاصي، عاملة المطبخ رصاصي والنيش رصاصي. انا فرشت لها النيش والمطبخ والكوفي كورنر والبس. غرفة النوم بتاعتها هي فرشتها ما شاء الله زي ما انتم شايفين. كانت جايبة طقم عشا بورسلين كده، اللهم بارك. وزعته لها كده بالشكل دوت، وحطيت لها كده الطقم، جزء من الطقم الصيني بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يبارك للعروسين يا رب ويصلح حالهم ويهنيهم يا رب. هنا دي كانت ادراج عميقه كده في النيش، حطيت لها كده برضو بعض من الاطباق الصيني، ودمجت معاه طقم شوبات عصير. ما شاء الله قد ايه كان الصيني بتاعها رقيق وشيك جدا. ده تاني الجزء اللي تحت، حطيت برضو طقم شوبات ميه، وحطيت معاه بولات كده من الطقم العشا البورسلين. هو الطقم كان القطع بتاعته كتير جدا. هي كانت حابه النيش يكون مرصوص رصه هاديه وبسيطه. قالت لي يا دعاء انا مش عايزه كاسات مقلوبه ولا نايمه ولا اي حاجه. حطيت لها الكاسات بطريقه بسيطه خالص يعني. ما هي ما حبتش فكره ان الكاس يكون نايم على بتاع. كل كاساتها هتلاحظوا ان هي واقفه. حطيت لها فوق كده طقم قاروره. حطيت لها معاه طقم كوبايات للعصير، ما شاء الله كان شكله شيك جدا. هنا برضو حطيت طقم كاسات برضو بوهيمي، ودمجت معاه طقم كاسات سادة كده بسيط، فيه قطعة سيلفر بسيطة كده. ما شاء الله كان شكله برضو شيك وقيم جدا، اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك لعروستنا، من الناس المحترمة بجد اللي اتعاملت معاها. هنا برضو حطيت طقم كاسات كده طويل، ودمجت معاه طقم كوبايات عصير برضو تاني. ما شاء الله كان شكله حلو قوي، وخامته كانت مميزة وشيك جدا. ربنا يبارك لها يا رب. هتلاحظوا ان كل كاساتها وحاجتها واقفة عادي، مفيش كاس نايم خالص. هنا برضو حطيت لها طقم كاسات بوهيمي كده. وهنا حطيت طقم الشاي والجاتوه بتاع الصيني. ده كده كان شكل راسة النيش بتاعها. بجد قد ايه انا كنت فرحانة بفرحة العروسة، وهي فرحانة براسة النيش وراسة الحاجة. كانت مبسوطة جدا. انا ما عملت لهاش غرفة النوم، لان هي كانت هتعمل لبسها بس، وهي كانت مسافرة اصلا. فعملت لها الحاجات الاساسية اللي عندها في المطبخ. ده كده كان الكوفي كورنر. قد ايه كان قمر قمر قوي ما شاء الله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. حطيت لها طقم المشروبات كده، وحطيت معاه مجين بورسلين، وحطيت مكنة القهوة. كانت جايبه مكانتين، حطيتهم لها كده بالشكل ده. وهنا حطيت لها الفناجين السكر الصغننه ديت. وحطيت معاها برضو فناجين زجاج كده ما شاء الله، او مجات زجاج كده، كان شكلها شيك جدا. وحطيت هنا برضو طقم قهوه تاني، تحسوه كيوت وقمر كده ما شاء الله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. هنا برضو حطيت لها طقم قهوه على ستاند، وطقم مجات شاي كبير على الستاند اللي ورا ده. ده كده كان شكل الكوفي كورنر بتاعها ما شاء الله. هي عروستنا النهارده تحس ان هي جايبه الحاجه بعقل جدا، جايبه حاجات قيمه قوي وحاجات الاستخدام، مش جايبه حاجات كتير اعداد كتير ولا زي ما الناس بتعمل، لا جايبه حاجاتها لاستخداماتها. جايبه حاجات قد ايه كانت قيمه وجميله جدا. دي كانت الغساله الاوتوماتيك بتاعتها، كانت ماركتها ال جي. نشوف مع بعض بقى تفاصيل المطبخ كده قطعة قطعة وجزء جزء. ما شاء الله كانت عاملة النيش الزجاج الزجاج الفامي دوت. هي كانت جايبة سلم اللي هو بينقلب كرسي، بحيث ان هي تستخدمه. ما شاء الله المطبخ عندها للسقف، عندها وحدات كتير عالية فوق. لو حبت بقى ان هي تطلع مثلا تفتح اي ضلفة هيساعدها كتير، حلو جدا في الاستخدام. ما شاء الله هنا كانت حاطة الميكروويف والفرن بتاعها. ما شاء الله ده كان الميكروويف، كانت ماركته سامسونج، والفرن بتاعها كانت ماركته فريش. هنا دي كانت التلاجة بتاعت عروستنا. هنا كانت جايبة البوتاجاز بيلت ان، ما شاء الله كانت ماركته برضو فريش. ده كده كان شكل الرخامة قد ايه كانت هادية وبسيطة. ما حبيتش ان انا ازحم لها الرخامة بحاجات كتير، حطينا لها بس الحاجات اللي هيبقى استخدامها ليها يومي. دي التلاجة بتاعتها، اللهم بارك ربنا يبارك يا رب، كانت ماركتها برضو ال جي. هنا دي الوحدة دي كانت هتجيب فيها الغسالة بتاع الاطباق، الجزء اللي هي سايباه فارغ ده. هنا بقى حطيت لها الثبات ده، وحطيت لها فيه فوط المطبخ، حطيت لها كده في الادراج طقم حلل لاستخدامها اليومي يبقى قريب برضو منها. وحطينا برضو المبشرة بتاع الشيبسي. هنا برضو حطيت لها طقم حلل تاني، اللهم بارك والله حاجتها قد ايه كانت قيمة وجميلة جدا. هنا في الوحدة دي حطيت لها كل البولات البلاستيك والحلل الحاجات البلاستيك بتاعتها، البولة البلاستيك، الاطباق بتاع الفاكهة مثلا بلاستيك، هتغسل فيها خضار، هتغسل فيها حاجة، كل البلاستيكات عموما حطيتها في الوحدة اللي تحت. الوحدة دي كانت كلها لأطقم التوابل بتاعتها. هي جايبة حاجات من ايكيا كده للتوابل، هتخزن فيها حاجة التوابل.
هنا برضو في الوحدة دي حطيت لها اطقم كوبايات زجاج للعصير وللشاي برضو، حطيت معاهم السكرية دي. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. هنا حطيت لها بقى اطقم التوزيع على الرخامة كده بالشكل ده. هنا برضو في الوحدة ديت برضو حطيت لها الأجهزة الكهربائية بتاعتها. ده كده كان الكاتل قريب من الفيشة برضو للاستخدام. حطيت لها الخلاط والهاند بلندر وكل الأجهزة الكهربائية في الوحدة دي بحيث ان هي تبقى قريبة منها للرخامة في الاستخدام. هنا دي كانت برضو المطبقية اللي هي الرشاقة يعني، بس هي ما كانتش حابة ان هي تعملها رشاقة عادية، عملتها ارفف كده. قالت ان هي هتصفي الاطباق على الحوض وتحطها برضو هنا. حطينا لها برضو اطقم كوبايات للاستخدام. ما شاء الله حطيت لها طقم شاي كده بالاطباق بتاعته، وحطينا برضو كوبايات للعصير. هنا برضو في الوحدة دي وزعنا لها برضو طقم كده اللي هو الاكوبايركس او الاكروبال تقريبا، طقم الاكروبال، معلش اسفة سوري اتلخبطت. ما شاء الله قد ايه كان رقيق وجميل جدا، كانت جايباه اللون الاسمر في الابيض. وزعنا كده الاطباق بتاعته كده بالشكل ده. اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لعروستنا ويسعدها ويهنيها يا رب، اللهم امين. قد ايه انسانه ذوق ومحترمه، ومامتها كانت قد ايه ذوق جدا، واخواتها البنات بجد ربنا يبارك لهم يا رب. هنا في الدرج دوت حطينا حاجات الرفايع بتاعتها. ده كان بتاع التربو بتاع الخزين، فيه فتحة تهوية كده ما شاء الله. هنا كان الدرج بتاع الحلل، نسيت افتح لكم الدرج اللي جوه بتاع الرفايع. ما شاء الله حطينا الرفايع لما تكون العروسة جايبة حاجاتها اللي هي هتستخدمها، بس بجد والله بالغلاء اللي احنا فيه بجد الاسعار بقت بشعة جدا، والحاجة بقت بشعة جدا. بدل ما اجيب حاجة واتنين وتلاتة، انا عندي اجيب حاجة واحدة قيمة ابرك من 10. بجد حقيقي والله العظيم الحاجة قد ايه غالية، والله يكون في عون الاهالي اللي بتجهز ولادها والله دلوقتي. هنا بقى حطت لها علب التلاجة بتاعتها. ما شاء الله كانت جايبة علب تلاجة كتير، رصتها لها كده في الوحدة دي. هنا بقى ما شاء الله الضلفة دي كانت عميقة معانا، خدت حاجات كتير جدا. في الرف الاولاني فوق كده حطيت لها طقم شربات ومعاه طقم كوبايات ازاز. وهنا حطيت طقم البول اللي هو البورسلين دوت. وهنا حطيت القوارب البايركس، وحطيت معاها بولات خشبيه كده للسلطه. تحت كده حطيت لها القلايات بتاع الاستخدام كلها، رصيت لها كل القلايات ومعاها طقم صواني ميلامين. هنا حطيت لها برضو حاجات استانلس، براد استانلس وكنك وحاجات خاصه بالاستانلس. وتحت برضو حطيت لها شفاشق للاستخدام وطقم صواني كده برضو يبقى قريب من ايديها في الاستخدام في الفترة الاولانية. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب ويسعدها ويهنيها يا رب. قد ايه والله ناس انسانة ذوق جدا والله، واهلها ناس محترمين جدا ربنا يبارك لهم. هنا بقى حطيت لها كل القوارب الكيكة وقوارب الكب كيك، كل القوارب الصواني كلها. حطيت لها برضو لبانة جرانيت. ما شاء الله دي بقى كانت الوحدة بتاع الزجاج اللي احنا شفناها، النيش بتاع المطبخ عامة. بحاول اجيبه لكم كده كله على بعضه من بره. ما شاء الله قد ايه كان شكله قيم وجميل جدا، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. في الرف الاولاني كده فوق حطيت لها طقم شربات، في الرف التاني برضو حطيت لها كاسات وطقم كوبايات مية وشاي. هنا برضو حطيت لها طقم كاسات سيلفر كده. هنا طقم خشاف برضو، هو من الازاز مش واضح قوي، بس انا هفتح لكم الازاز من الجنب دلوقتي واوريكم. هنا بقى حطيت لها باقي برضو اطقم زجاج، وحطيت لها طقم شاي كده تحت في الوحدة الاخيرة خالص. دي كان شكلهم من الجنب. هو الافضل كانت الوحدة تفتح من قدام اصلا، كانت لو فتحت من قدام كان هيبقى واضح كل حاجة اكتر. هنا ده كان شكل الرصة كده من الجنب. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك لعروستنا ويسعدها ويهنيها يا رب. في الرف الاخير دوت كنت حاطه لها برضو طقم كده شربات ومعاه كوبايات بتاعته لونه فاميه كده ما شاء الله. ده كده الشكل النهائي المطبخ عروستنا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم تدعوا لها دعوه حلوه من كل قلبكم، ان ربنا يصلح حالها ويسعدها ويهنيها يا رب، ويملاها لها كده حب وبركه بركه هي وزوجها يا رب، اللهم امين. وانتظرونا في فيديو جديد مع شقه عروسه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.